صباح الخير البنات، جايبه لكم واحد الطريقه ديال العلك الصحراوي اللي هو انتشر بواحد الطريقه لا توصف، وغني غني عن التعريف بزاف. هو غالي، غني وغالي. ما قدرتش عليه وحاولت نشريه وقلت بلاش. انا هو دا المغرب، وشريت واحد الكميات الصراحه. شريت بكميه اللي هو الاصل ديالته، هو باقي بتا بديك الخشب ديالته اللي كيزولوه من ديك الشجر ديالو، ديك الشجر من البلاصه ديالته هذيك جبته من الاصل. جبته وقلت غادي نقيه ونغسلو. وخصو يتغسل بديك اللحظه اللي عادي تعملو، لانه هو كيدوب. اللحظه اللي كيدوبش ديك اللحظه ولكن ضروري خصنا نشلوه من ديك الغبره ديالته. كانوا جوج د الحجيرات بعدا كبيبري بحال هكاك، ما شفتو بحال الكويرات بحال هكذا، او قد استطاع ديالك اللي قديتي اللي كنتي عادي تستعملو، واما الحجيرات الزيتون واحد شويه د الحجيرات الصغار. انا كيعجبوني هاد الكبيبرين هادوما. في كاينين جوج ديال الطرق فقط، جوج ديال الطرق البنات، ما فيهمش اكثر. الا زدتوا معاهم لبن الذكر او شي حاجات اخرين راه كيزيد التصبغات. هو غير بوحدو في الكفايه كيعمل بزاف د الحاجات غزاله. كنغطيو هيدا، كنشبرو واحد الطويسه، ديك الطويسات اللي مجموعين صغيورين قد ما يتغطاو، قد ما كيتغطاو بالموارد. صافي الموارد بوحدو قد ما يتغطاو البنات. وقفوا يدكم كتغطيوه كتخليوه 24 ساعه. البنات كنهضر بزاف دربا لان الفيديو قصير عندي. حتى كيدوب كتحركوا هيداك واحد شويه، كتغطيوه بديك بابي اللي عندك او الشغطه او اي حاجه، او الومنيوم ديال بلاستيك. انا عادي نوريه لكم دابا، يعني جميع البيوت عندهم فيهم هاد الومنيوم. المهم 24 ساعة البنات كيدوب كامل. حتى ولا بقاتكم شي تروسوه هكذايا ما كاين حتى مشكل، غير كتحركوه كيدوب دغيا. ها هو ديك البلاستيك كتغطيوه حتى على غدا ان شاء الله. ولكن مره حركوه ملي تجيو ديك الكوتشره ديال الخشب ولا الحديد اللي كان، وحركوه لانه هو كيلصق في القاع ديال الطاسه. لكن حركوه باش كيزيد يدوب كيتساعد دغيا. هاد الطريقه من غدا ان شاء الله نفتح حتى هي معاكم. ها كيفاش كيخرج. كاين اللي كيكون ثقيل، لا بغيتو يكون ثقيل او بغيتو يكون سائل شويه. انا هيدا كيعجبني لاني كنحطو في واحد البوطيه ديال السيرو غزاله كتسف ديك هذوك اخويا على وجهي. لا ما كنحادي بيدي بالمره، كنحادي بيدي غير ولا جيت ندهن في وجهي. صافي هاكا كيفاش كيخرج سائل. يعني ما هو ثقيل، ما هو لكن بغيتيه ثقيل شويه كتزيد له الحجيرات. ما كاين حتى مشكل تزيدها فوق منه وتقول لا انا باقي خصني نزيد، خليه حتى العشيه تجبرو مذوب، او على ترجع له عاوتاني على غدا وراه ما كيخسرش. شوف كيفاش كيكون سائل خفيف شويه. صافي كنجيب واحد البوطيه البنات الزاج. انا بغيتي هكذاك او كتمشي عند التشينوس كتشري وكتعقمها واحد البوطيه ديال السيرو، كتسفها كتخوي على وجهك. هذيك غزاله بزاف، انا غنوريها لكم دابا. انا ديك البوطيه ديك القرعه الزاج ديال السيرو باقلي فيه شويه. انا مي قلت باني عادي نعملو ارا نسجلها معاكم ونعطيه لكم وتشوفوا الوصفات كيفاش الوصفه كيفاش كنعملها. غادي نحطها في هاد اللاطه ديال الزاج دابا، ومن بعد مي غادي نسالي ديك الشويه اللي بقى لي اليوم غنعملها ان شاء الله. مي غادي نساليه عادي عاوتاني نغسلها ونقيها مزيان ونخليها تقطر ونمسحها ونعملها. نعمر هاد السيرو اللي عندي ديال العلك الصحراوي البنات، الكرف ديال تبييض الوجه، ديال ضد التجاعيد البنات كيحمق. ومي كتعملوه في وجهك راه بديك الساعه كيخدم المفعول ديالته، كيبدا يجبد لك وجهك بحال ديك ديال ديك العلك الصحراوي اللي كيهضروا عليه دابا بزاف لان اصلا عنده المفعول البنات. هادو الماء تشري انت لراسك راه غادي يدوم لك وراه يخرج لك كتار. وبقاش ما بغيتي عملو بقاش كتعمل واحد الكميه قليله وكتستعملو كتقسطيه وكتجبر باقي عندك الحجر ديالتك. اما اخر مي كتشريه يا اختي البنات ما غنجيبو ديك الفلوس فوقاش مثلا لا نشريوه. ما نقولكمش الثمن دبر راسكم، ولكن هادو كان ناحيه هاد العلك الصح. الماسك هذا فيه الماسك وفيه السيرو وفيه كلشي. غير كما كدهنوا بواحد 4 ساعات المكانه كينشف لك وجهك حتى 25 دقيقه او ربع ساعه، وغسل وجهك كيتصفى دغيا البنات. ومن بعد عمل اللي عندها وجهها ناشف تعمل مرطب او تعمل الزيت اللي عندها زيت الزيتون يكون غير ملحه، او عندها ديك الزيت ديال البك او زيت اللوز البك او